السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل عام وانتم بألف خير. ايام بسيطة ان شاء الله نستقبل شهر الرحمة والمغفرة، شهر رمضان الكريم. كل عام وانتم بألف خير. النهاردة هقدم لكم وصفة كرات التمر او كرات معجون التمر. مناسبة جدا للضيوف ومناسبة كمان لشهر رمضان الكريم. احفظوها عندكم وان شاء الله تستمتعوا بيها. الوصفة دي محتاجين فيها نص كيلو من معجون التمر، محتاجين كوباية من بسكويت اللوتس المفروم أو المجروش، ومحتاجين كمان كوباية من المكسرات المجروشة أو السوداني المجروش. أنا استعملت السوداني هنا. ومحتاجين معلقة من القرنفل ومعلقة من الحبهان مطحونين في الكبة كويس، ومعلقة من ماء الورد. أنا هنزل بكل المكونات اللي أنا قلتها دلوقتي، وهعجن الخليط بتاعنا لحد ما يتكون عندنا عجينة نقدر نشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده تقدروا تستعملوا المعلقة المعيارية، تستعملوا ايديكوا كده بالبركة، مفيش اي مشكلة. هندهن ايدينا شوية مسحة زيت خفيفة، وهنبتدي نشكل الكرات بتاعتنا. انا هعمل فيها تجويف عشان هحشيها بعين الجمل. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي، وممكن تستخدموا سوداني مجروش بس تحطوا عليه شوية عسل عشان تقدروا تجمعوه جوه الكرات. انا تقريبا الكمية اللي طلعت معايا حوالي 45 واحدة. ممكن يعني نص كيلو بيدينا من 45 ل50 حسب حجم الكرة. هنا انا هستخدم في التزيين الفستق الكذاب. يعني نتيجة طبعا المكسرات اسعارها بقت جامدة، فدلوقتي بقى في موضة ان احنا نقدر نحول السوداني للفستق الكذاب. بشكل شوية بالفستق الكذاب أو بالفستق، وشوية تاني شكلتهم بالفرماسيل بني، شكلهم حلو قوي بيبقى. كمان هبتدي زي ما انتم شايفين كده، هبتدي أشكل مجموعة كمان بجوز الهند. المهم يعني اي حاجة موجودة عندكم تقدروا تشكلوا بيها. عايزين الكمية كلها بتحبوها بجوز الهند شكلوا بيها بالسوداني المجروش برضو، حتى من بره شكلوا بيه من دون اي الوان. حابين تعملوا عليها تجيبوا شوكولاتة وتحطوها على حمام مائي وتحطوا عليها شوكولاتة من بره، برضو مفيش مشكلة خالص. سمسم شغال. انا كده كمان عملت شوية بالفرماسيل بن الالوان، وهستخدم كمان السمسم كمان في الوصفة دي صحي جدا وحلو قوي، بيديها شكل تحفة، بيبقى ناعم قوي. فانا هشكل كمان شوية بالسمسم. وعندي كمان جوز الهند اللي هو المبشور، بيبقى زي ترانشات كده. انا بكسرها وابتدي ادخل طرفها في الكرات بتاعتي، وبقيتها تبقى موجودة بره. بعد ما بتخلص بيبقى شكلها حلو قوي كأنها وردة. يعني مش قادرة اوصف لكم. انتوا هتشوفوا شكل الطبق بعد ما بيخلص. بجد المجموعة كلها التشكيل بتاعها حلو قوي وراقي جدا، مناسب جدا زي ما قلت ان احنا نقدمها لضيوفنا في اي وقت طول السنة، وكمان في شهر رمضان الكريم. كان عندي كمان فيرماسي اللي هو الكرات. انا بدأت اشكل بيه الوان، فهو ميكس كده من التشكيل. انا بشكل بالمتاح عندي، انتوا كمان المتاح عندكم اشتغلوا بيه. يعني في الاخر خالص ده شكل التشكيل بتاعنا. بص الطبق، بص الطعامة والجمال. اتمنى يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.